مقطوعة على طول عبد الله جلال. تاني هجمة للمقاولين، محمد صلاح، محمد صلاح، وجول، جول. يا خبر ابيض. الهجمات المرتدة سلاح المقاولين العرب النهارده. قلت لحضراتكم 1-0 محمد صلاح. وادي طبعا الجهاز الفني والاداري السبعين الصفافير دي بتاعت نادي المقاولين العرب والجهاز الفني والاداري. وادي الهجمه، وادي الهجمه ادي الجول الثالث، ادي الجول الثالث. يا محمد سماره، يا على طول تيجاني شمس الدين يخلصها. وادي الهجمه المقاولين العرب على موسى كبيرو. باسم علي واخد لنفسه وفايت وشكلها فيها خطوره. 3 في وسط 5 اماميه، مش تسلل. هوبا جوه الجول، جوه الجول محمد صلاح. والهدف الاول للمقاولين العرب في الدقيقه 17 من عمر الشوط الاول. اتلعبت الكره حلوه، قطع الراجل حلو، خد البينيه الاماميه، بص شاف، سدد، صوب، سجل، هدف لفريق المقاولون العرب عشان يتقدم المقاولون العرب. محمد عادل اتنقلت الكوره، موسى كبيرو حلوه على الارض، والهجمه المنظمه لفريق المقاولون العرب. لو فات هيبقى في مشكله. محمد صلاح ينطلق، يخترق، يروح، هنشوف، هيسدد. جوه الجول، جوه الجول محمد صلاح. الله عليك، تسلم رجليك يا ابني. حاول وراوغ وسدد وصوب وهدف لفريق العرب. يتقدم فريق المقاولين العرب على سموحه بهدف ثاني. الباك رايت هناك عبد الرحمن فاروق اللي بيلعب هو في الطرف اليمين، لان ما عملش ولا هجمه. عبد الرحمن الشوط الثاني كابتن طارق مثبته عشان الكابتن رضوان رمى عليه محمد صلاح. وادي اهو محمد صلاح اللقطه معانا ظاهره، وعلى طول عبد الرحمن فاروق على طول بيطلع حليم قبل عليها كمان لانه رجله مظبوطه على المرمى. تتحط بينيه، خطر خطر خطر. الغلطه بجول، الغلطه بجول. ده مين؟ ده محمد صلاح، ده محمد صلاح بيعوض. قلت لحضراتكم الجونة لم يهزم في أي مباراة في ال10 مباريات اللي لعبهم من قبل في الدوري. هل تكون أول هزيمة ليه في لقاء اليوم؟ النني كان في محاولة للمرور والاختراق. تمريرة من علاء كمال، استلام إلى باسم علي. كمال عايز يعمل الأوفرلابنج ولا إيه؟ صلاح يستلم. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب يا كبير، والله لعيب كبير. مش ممكن مش ممكن مش ممكن اللي بيعمله الولد ده. بص صلاح، بص يا ولد، بص يا ولد، بص يا ولد، بص المهارة يا ولد، بص. بعد هدف المقاولون العرب في انتعاشة كده في استاد المقاولون العرب بعد إحراز الهدف الأول. ودي واحدة وانطلاقة محمد صلاح وانطلاق. والهدف الثاني، الهدف الثاني في غفلة من دفاع الداخلية. محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 7 في اتجاه علاء كمال. علاء كمال وانطلاقة من النني، عايز يعمل واحدة وانفراد حكم اللقاء. محمد صلاح هيحرز الهدف السابع، الهدف الرابع، الهدف الرابع والهدف السابع ليه هذا الموسم. محمد صلاح انفرد، محمد صلاح تقدم. بقول لحضراتكم هيعمل زي مباراة الجونة ويحرز 4 أهداف. احرز الهدف الرابع محمد صلاح. في سهولة في وصول المقاولين العرب لمنطقة جزاء الأهلي. تاني الولد محمد صلاح، شوف المهارة والثقة يا ولد، ده لعيب. المقاولين العرب ده محمد صلاح. نعم. الدقيقة 37 الهدف الأول والهدف الوحيد اللي هدف مارادوني، خلي بالك من نص الملعب. هدف كويس الحقيقة، وعمل سبرنت جامد، وده من نجوم المنتخب الأولمبي، مش كده ولا إيه؟ طبعا طبعا شوف الكرة منين، والسرعة وفرق السرعة وفايت ومراوغ ويعني الحقيقة المقاولين رغم ان فيه ولاد صغيرين وبيلعب ماتشات كويسة، لكن نتائجه مش ملائمة ابدا او مش مناسبة. معرفش دوري ايه اللي هيحصل، سكت. فما اعرفش انا لغايه دلوقتي، الله يكون في عون الانديه والمدربين. بس كابتن طلعت بيقول لك اهو نحاول، الله الله، هدف شوارعي هدف شراب جميل ما بين شويه لعيبه انا بقولها من الصبح حريفه.
الكرة مشت ما بين ابو تريكة وشيكابالا ومحمد صلاح، والاخر محمد صلاح يحط هدف. مش عاوز اقول بقى من دوري الشراب بتاع زمان. بص حضراتكم، ادي صلاح بتتلعب بفتحي، وادي ابو تريكة، ويا سلام، وادي صلاح تاني حته بقى ايه شراب. يا سلام يا سلام، المهارات تغزو غينيا زي ما قلت في بدايه المباراه. ومحمد صلاح يحط الهدف الجميل جدا في الدقيقه 38 من زمن الشوط الثاني. 3-2. واقتربت مصر من تحقيق العلامه بالفوز في كل المباريات في مجموعته. 3 مصر 2 غينيا. تريكة ببطن رجله حلوه، يلا صلاح، يلا صلاح، يلا هوبا، والهدف. الله، صلاح هو صلاح، صلاح هو صلاح. اتعملت في اليمين جميله جدا جدا. انا قلت صلاح لكن صلاح كان في القلب. خلي بالك اهي، اتعملت حلوه جدا 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 جدا. وادي القفله وبيمينه المره دي، وبيمينه المره دي حلوه 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 حلوه. ابو تريكة عملها جميله جميله جميله، اتقفلت من السوليه احلى واحلى، راحت لمحمد صلاح بيمينه المره دي. بقول لحضراتكم هو ده الولد، هو ده تاجر السعاده الجديد محمد صلاح. بيمينه يحط، بشماله يحط، كله بيحط. حلوه 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 يا محمد يا صلاح. حربه لان هم مش اقوياء قوي حتى ان احنا نحط لهم 3 الصراحه بتاعت ربنا كده اهو. انا بقول عليه، وادي الهدف الثاني اهو، ادي النبي مش سهلين دول، والنبي مش فرقه سهله نصعبها علينا ليه؟ يقعدوا توهو اقعدوا والنبي اقعدوا، دي فرقه سهله جدا. عموما هدف جميل لمحمد صلاح. محمد صلاح في الدقيقه 40 تقريبا، هدف جميل 42 في الدقيقه 42 وتصبح النتيجه 2 مصر. وفي الدقيقه 40 يا عم انا الصح، في الدقيقه 40 يحط محمد صلاح. قد مش الصبح بنقول تمريره سريعه في الحته دي، اي كوتش قاعد بره لازم يعملها، مش ممكن. ده الهدف الثاني للتصفيات والنتيجه 2-1. وانا بقول اقل مباراه اهو، شايفين وراجل هداف وحلو وحط هدف جميل. مش الصبح كانت بتلعب عليه او تتلعب على عيد. ادي التمرير احنا بنقول تريكة تيجي معاه وياخدها اهو. الامل بتاعنا يا ولد ممكن يخش بيه، دخل بيه، وادي الهدف الثالث. يا سلام، لسه بقول لكم العنايه الالهيه اللي بتلعبنا النهارده واحنا ماشيين مع فرقه اسمها زيمبابوي. وعم محمد صلاح بمهارته يحط الهدف الثالث من الصبح. على فكره كان ممكن يحط هدف والثاني والثالث، انما العنايه الالهيه بتكشف بقى مستر برادلي وتشوف ايه الحكايه بالظبط. 3-1 محمد صلاح. هل هيكون هاتريك النهارده؟ محمد صلاح هل هيكون هاتريك النهارده؟ ده اللي هنشوفه. بص بقى الولد ابو تريكة، وهنا اسم ادي المهاره. بص المهاره، خدوا جوه الراجل. ويلا تعالى احطها لك فين بقى؟ في الناحيه الشمال. هدف جميل جميل جميل. بص فرق السرعه. زيفاز، رحت فين يا زيفاز؟ شفت بقى زيفاز بتاعنا احنا محمد صلاح يحط الهدف الثالث عشان تطمئن قلوبنا. و3-1 في الدقيقه 31 من زمن الشوط الثاني يحط محمد صلاح الهدف الثالث. انما هو عنده شيء من الحظ، بيقدر ان هو يخلص بيه الماتشات. وادي حظ كمان اهو. محمد صلاح لسه بقول لحضراتكم عنده شيء من الحظ ان في ولد اسمه محمد صلاح يحط هدف يعني الرابع. محمد صلاح يحط، يبقى هاتريك. محمد صلاح هاتريك ويبقى 13 يعني هدف في 19 في المباراة. محمد صلاح هاتريك 3 أهداف وأبو تريكة هدف. ادي محمد صلاح. طب نشيل محمد صلاح كده يبقى احنا ما نقدرش نجيب اي هدف، انما هي الحظوظ بقى بتاعت مستر برادلي. حلوه محطوطه عمر. محمد صلاح ما بيتحرك تحركاته مؤثره. نني تلعب حلوه. صلاح الجول الثاني، جول محمد صلاح. حلوه النني ومحمد صلاح، واتعملت الكره باقتدار، ولانه صلاح مكمل ما هواش المتسلل، كمل وراح للكره حلوه قوي وانفرد بداوود كسالي وحطها بشماله على يمين
داوود كسالي. هنشوفها تاني البدايه من صلاح اللي بقول لحضراتكم لما بيتحرك بيبقى في شكل. ثنائي المقاولون العرب ضربوا الديفنس اهو، الراجل اتحرك تحرك شرعي خالص تمام بعيده عن مروان، هو اللي جاي مكمل في اللعبه ويحط الجول الثاني محمد صلاح في بدايه مصريه قويه غايه في الروعه وفي القوه ونتج عنها هدفين. شوف محمد صلاح اللي بداها والنني ثنائي المقاولون العرب الواعد مستقبل المقاولين العرب مستقبل مصر. محمد صلاح محمد النني عملها له حلوه وانفرد. ومحمد صلاح النهارده بيظهر في ثوب جديد. قبل كده كنا بنلومه في بعض الاحيان لاحتفاظه اكتر من لازم بالكره، النهارده بيسهل. محمد عبد الشافي يلعب الكره العاليه، محمد صلاح العصيه يا محمد يا صلاح يا محمد ضيع يا صلاح ضيع ما يهمكش، واثق ان انت هتسجل، واثق ان انت هتعود بمنتخب مصر. يسجل محمد صلاح في هذه اللحظه هدف التعادل بضربه راسيه في الدقيقه 41. هدف التعادل لمنتخب مصر. وسط يعني سيطرة واستحواذ مصري، وادي امامنا هنا بقى اكيد السعادة ورايح يعني في اللقطة. ادي امامنا التمريرة، يا ولد يا عبد الشافي يا ولد يا عبد الشافي عاملها حلوة قوي. ومحمد صلاح بقى المرة دي اهو نلعب بدون ضغوط، هنلعب لعبنا نأدي بمستوانا. ومحمد صلاح وصل للمرمى 4 مرات لكن سجل وسجل في وقت ايه؟ في وقت مثالي. يأتي بهدف التعادل محمد صلاح اللي بيسجل هدف التعادل بضربة رأسية في الدقيقة 42 من كرة ترجع مرة أخرى للفريق المصري. فمشت السالل وفوق الهدف الأول. الهدف الأول للفريق المصري فمشت السالل ومحمد صلاح في الدقيقة 14 في نفس توقيت هدف فخر الدين بن يوسف يسجل الهدف الأول للمباراة. المنتخب المصري على بعد هدف من الوصول والتأهل إلى غير الاستوائية. أول هدف يقبل الفريق التونسي من ماتش بوتسوانا في المونستير في 6 سبتمبر الماضي. هنا الكرة، هل هناك تسلل أو لا؟ المساعد لا يرفع الراية، هو الكرة في الجول من هذه الزاوية مش ممكن نكتشف ونحكم، ولكن صلاح بلمسة فنية طعم لاعب كبير يغالط كرة بلاسيه الحارس بلبولي ويفتح سجل المباراة وهدف المباراة الأول للفريق المصري. 1-0 مصر. الآن الفريق المصري نفسيا